ان الناس تستنى من المنتخب حاجه كبيره. تمام. يعني منتخب غانا فريق كبير، وهم عندهم برضو نفس ان هم عايزين يكسبوا، وعندهم نفس الموضوع. تمام. لكن اوعى تفتكر ان المنتخب المصري او المنتخب الوطني هيعمل حاجه في ظل الموضوع الموجود. ان معظم اللعيبه في منتخب مصر حاسين زي ما بتقولوا كده، يعني قصه النقص او قصه ان كل الدور مثلا او اي انجاز بيحصل هينتسب لمحمد صلاح. اي انجاز هيحصل او التعب اللي بيتعبوه، كل الاعلام او كل الشو بيحصل لمحمد صلاح بس. فيعني كل الحاجه اللي شايفينها اللعيبه بينها وبين المنتخب مفيش مثلا حب. تمام. ان كل قصه محمد صلاح هو اللي واخد الشو، كل قصه محمد صلاح هو بيجني التعب بتاعهم، او ان هم شايفين محمد صلاح كل السبوتات عليه هو بس، وسواء حتى الاهتمام من اداره المنتخب على محمد صلاح فقط لا غير. لكن هرجع اقول يعني هو ده قدرنا ان عندنا محمد صلاح. تمام. القصه الاخيره والمهمه يعني التجارب هتكون في خط النص. تمام. مروان عطيه هيكون من ضمن الناس الاساسيه ان شاء الله باذن الله. احمد حجاز هيكون من ضمن الناس برضه اللي هتتبدل، وهيكون يا اما ياسر ابراهيم يا اما احمد سامي يا اما علي جبر. هيكون حد من الثلاثه الموجودين، يا اما احمد سامي او علي جبر او ياسر ابراهيم. هو ذات نفسه كده كده فيتوريا مش مقتنع بياسر ابراهيم. تمام. اما نخش تاني على الهجاص الكبير رضا عبد العال، لما اتكلم هو وقال ان امام عاشور رايح بالواسطه. امام عاشور ما اعرفش متاخد ليه، ومهند لاشين احسن خط نص في مصر. يعني رضا عبد العال ده لما بيجي يتكلم مثلا بيقول لك انا ازاي مثلا يكون عندي مهند لاشين وما العبش بيه، وان مهند لاشين احسن خط نص. انا مش مع ان مهند لاشين لاعب كويس ولا لاعب وحش، بس هو انت ناس ان مثلا لما كوكا اتصاب ان مهند لاشين اتاخد مكانه، اتاخد في اخر الوقت. هو رضا عبد العال بيتكلم على اساس ان فيتوريا واخد مهند لاشين انه مقتنع بيه كلاعب خط نص. تمام. بعيد عن مهند لاشين هو لاعب كويس ولا لاعب وحش، بس هو اصلا فيتوريا خد مهند لاشين واخده كده بالصدفه. يعني هو راح البطوله بالصدفه، خصوصا ان مهند لاشين يعني لولا كوكا اتصاب ما كانش مهند لاشين راح المنتخب. تمام. عشان كده لما بتكلم ان مثلا ان موضوع حرب على لعيبه الاهلي، والاعلام لحد دلوقتي شغال على قصه اهلي وزمالك ولعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك، بالتالي المنتخب هيفضل كده. ان فيتوريا ما يقدرش يلعب مثلا اثنين من المدافعين وحارس المرمى مثلا من الاهلي. ليه؟ ان الزملكاويه هيزعلوا. هو ده يعني عدد لعيبه الاهلي مثلا، لا ما ينفعش نحط عدد لعيبه. هو يعني الموضوع واخدينها حتى المسكين المنتخب، ما ينفعش نحط كل نص قوام المنتخب من تشكيله الاهلي، سواء مش بيعتمد على كفاءه اللاعب. يعني المنتخب ما بيعتمدش على كفاءه اللاعب، هي المحسوبيه محمد صلاح بيرتاح لمين وبيحب مين. هو ده المنتخب. اما اللعيبه بتحبوا بعض في المنتخب لا، اللعيبه خايفه على بعض لا، عشان مثلا ما نقعدش نتعب نفسنا كتير. لعبه منتخب مصر منتخب حسن شحاته حاجه، والمنتخب اللي احنا فيه ده حاجه تاني. من ساعه ما محمد صلاح بقي قائد المنتخب، وان هو خلاص شالوا الاشاره مثلا من اللي يستحق وحطوها لمحمد صلاح عشان ما يزعلش. من ساعه التشكيلات احمد كوكا، عندك الناس المصابه اللي بتروح المنتخب، عندك النني مع النني لاعب محترم وكل حاجه، بس الكفاءه ما بتروحش المنتخب. تمام. والمحسوبيه مين اللي يرضي مين هو ده اللي بيروح. ده قصه المنتخب. تمام. ان هو يقول لك امام عاشور راح المنتخب علشان خاطر او اوامر عليا، خلاص راح باوامر عليا امام عاشور. تمام. الحاجه الثانيه